ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا بقى هنتغدى النهارده كده. عندي اللهم صل على النبي كيلو الا ربع دقيق. ده كيلو الا ربع دقيق، وده نص كيلو لحمه مفرومه، ويجي جبنه موزاريلا، ودي بيضتين وملح، وهجيب سكر وبصلتين وقرنين 2 فلفل وفصين 2 توم، والتوابل بهارات مشكله وفلفل اسمر وكمون وكيس خميره. مش هعمل اكتر من كده. هنعمل بقى ايه؟ وعندي اللهم صل على النبي نص كيلو لبن مدفيه كده على النار، علشان العجينه انتوا عارفين ان الجو برد وما ينفعش تتعجن بلبن ساقع. اللبن بيبقى ساقع عن الميه كمان. اهو دفيته بصوا مسكاها، دفيته كده على النار تدفيه بسيطه كده. اجيب اللهم صل على النبي الدقيق الاول، عجينه بقى على ما تخمر اكون ايه وضفت لها اللحمه بتاعتها. اعمل في الكيلو الا ربع الكيلو الا ربع ده اعمل بيه فطرتين 2 ونص كيلو لحمه. هجيب اللهم صل على النبي الدقيق، هنزل عليه بمعلقه ملح، التحديقه العاديه بقى علشان يبقى الدقيق العيش متحدى ما يبقاش دلع. وهنزل عليه كده احط الخميره عليه، وانزل اللهم صل على النبي بمعلقه السكر، معلقه امسح كده سكر، وبالبطين الاتنين، العجينه دي عجينه تركيه مش مصريه. العجينه ام لبن وبيض دي عجينه تركيه. قلبوا بقى كده عشان لما احط اللبن البيض ايه، واحط اللهم صل على النبي نسيت حاجه عجب كده ب3 معالق زيت. كنت ناسيهم 3 معالق زيت اهم كده في قلب بعضيهم عشان البيض بس ما يبقاش يمخط لما احط اللبن كده. ولفت الملح والخميره وكله. حطيت اللهم صل على النبي كيس خميره على كيلو الا ربع الدقيق. هنفضه بقى كده عشان انا هعجنه بايدي. انتوا عارفين ان العجينه انا ما عنديش عجان، العجينه بتبقى حلوه بالايد. وده نص كيلو لبن كده، مش هحطه مره واحده، هحطه تدريجيا كده علشان ايه ما تبقاش مرقعه معايا. كل ما هعوز هحط. ما شاء الله عليكم عارفين ان العجينه دي مغذيه. بصوا بقى، لبن على بيض على خميره، حاجه كده حلوه كده. بقيت اللبن ونعوزت تاني بقى هكمل ميه كده. نص كيلو لبن انا حطيته اهو، ونعوزت هكمل ميه. بس هي شكلها مش هتعوز، هي عجينتها بتبقى السمك بتاع عجينه البيتزا كده، يعني ما بتبقاش امرق من كده ولا اكبس من كده اهي كده. انتهى. بصوا عجينتها كده زي اللهم صل على النبي، زي قلت لكم زي البيتزا بالظبط، وهي دافيه كده عشان انتوا عارفين ان الجو برد الحاجه ما بتعملش بسهوله. عاوز بس ايدي زيت كده اهي، وفي حته كده دافيه هغطيها بقى واروح ركناها على معمل الحشوه بتاعتي. وانزل نص كيلو لحمه كده في الطبق بقى واسع كده. اللهم صل على النبي. وقطع البصلتين دول في الكبه وفصين الثوم. اللهم صل على النبي. والقرنين الفلفل، لو في فلفل احمر حطي، بس انا ما عنديش فلفل احمر. فلفل احمر هيغير لونها شويه وتخليها حلوه يعني شويه. احط عليهم بقى حبه ملح علشان انا عايزه اللهم صل على النبي اعصرها من الميه. الملح ده هيخليها، انا عايزه افرمها جامد. احط كده حبه ملح، وبعمل حسابي بقى وانا بحط على اللحمه او ما احطش كده. وده فرمتها ناعم كده بالحبه الملح. اخد كده اللهم صل على النبي اللي انا عملته ده، البصل بالفلفل بالفصين الثوم، اعصره كده. انزل بس الميه اللي عليه واحط بقى عليها كلها
هحصرها كده من الميه، تنزل الميه كلها علشان الميه ايه ما تخرجش من العجينه تسيلها. او انا عندي مصفى، اجيب مصفى واصفاها كلها وبعدين اوريها لكم. فرمت البصل اهو وصفيته، بس صفيت الميه اللي فيه كلها، ما سبتش فيه ميه عشان ما تبقاش مرقه كده. انزل كده بالبصل على اللحمه، بصلتين وقرنين 2 فلفل وفصين 2 توم. انزل بقى بحبه بهارات مشكله، انا مش عايزه احط لها بهارات كتير ولا توابل كتير علشان ايه احس بطعم اللحمه، فكده يبقى طعمها لحم. وحبه فلفل اسمر وحبه كمون، والملح انا حطاها اللهم صل على النبي، حاطه الملح في البصل، مش هحط لها ملح تاني، وحاطه ملح في الدقيق علشان ايه ما تبقاش حادقه. عجينها بقى عجينه كويسه كده، عجينه حلوه كده زي ما انتم شايفينها كده اهي ما شاء الله عليها. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. على ما العجينه تخمر بقى براحتها، بتاخد لها ساعه خمران عشان الجو برد. احط دي برده في التلاجة تسقع كده وتسمر اهي. العجينه اتضخمت اهي، بصوا كده الطول الا ربع دقيقه عمل العجينه. بصوا وهيشه ازاي، هيشه من قلبها ازاي، هتهبط بقى كده. اخدها كده وهبطها تاني كده، واقسمها نصين 2 اهي، نصين 2 حته، نص اهو ونص اهو قد بعض كده. والمناها تاني عشان ما تبقاش ايه متفتحه قوي. على فكره الدقيق ده اللي انا عجنبه ده، الدقيق ده ما هوش زيرو، الدقيق ده اعمل الحبه كامله. حطيتها بقى كده، هجيب النشابه تتفرد حلوه اهي عشان هي اللهم صل على النبي خمرنا حلو. هجيب النشابه كده افردها تفردها كلها مسويه بعضها كده اهي، شايفين كده افردها. واخد اللحمه اهي، انزل برضو اخد نص اللحمه بالظبط، قسمتها كده نصين، نص اهو ونص اهو، نصين قد بعض كده. احطها كده، اورها قراريه، احطها كده. الفطيره دي ما شاء الله عليها يعني بتبقى اطعم اللهم صل على النبي من الحواوشي كمان. واقعد الم كده، المها كده لم كده كده، واروح ممسكها ببعضها كده عشان ايه ما تفكش في ارضيه الصينيه، تبقى هي اللي في الارضيه ما تفكش زي ما انتم شايفين كده اهي. اجيب كده الصينيه بتاعت اي مقاس الصينيه دي النص كيلو دقيق اللي انا عاملاه. اجيب فرشه حطينا كده دهنه حلوه، والحوافي عشان لما تيجي تطلعيها ما تمسكش في الحوافي كلها كده. هنا دهنه كده حلوه، هنتازك كده. هجيب الفطيره والتكه بقى املي بيها الصينيه كلها اهي. عشان كده انا عامله نص كيلو زيت، عارفه احط حته كده اللي اتفتحت بالراحه عشان انا بس اتكيت عليها فتحتها كده واللي بتك عليه اهي بالراحه كده. خرمها كده بقى بالشوكه عشان ايه ما تقبش قوي، عشان داخلها خمير. نجيب بقى بالجبنه الموتزاريلا كده على وشها، بالجبنه حلوين كده، ادخلها كده الفرن وظابطه الفرن من فوق. بصوا هادي ازاي،
ومن تحت هاجي علشان ايه ما تشعوطش كده، عشان هي عجينه هتستوي. وهقفل عليها كده بقى، وكل شويه بقى هبص عليها، بتاخد بتاع ربع ساعه سوا. طلعت الفطيره اهي، بصوا ما شاء الله، بس سخنه بقى شويه، ماسكه نفسها وحلوه ازاي، وارضيتها عامله ازاي ما شاء الله عليها اهي، عامله زي الفطيره المشلتته بالظبط، وماسكه حلقه كده ومش مهريه ولا اي حاجه. هجيب بقى هجيب المخرطه كده اخرطها، انتوا عارفين ان دي بقى مش عايزه ايه كده، اخرطها كده مره كمان كده اهي. ما شاء الله عليها، بصوا كده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بصوا حشوتها متناسقه وحلوه ازاي اهي، وحته بحتتها كده، حته كبيره. هنيجي ناكل بقى، نقطع الحته 2 بس. اللهم صل على النبي عليها، عامله ازاي اهي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي والفطيره الحلوه دي؟ اللي وصل معايا لغايه هنا حطوا لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده، وتفضلوا اتغدوا معانا، واشوف وشكم على خير، ومع السلامه.